ازيكم يا شباب؟ النهارده هبسط لكم مسلسل جينكس لافر. تفتكر ايه اللي ممكن يحصل لو في شاب معروف عنه انه نحس والتعامل معاه بيجيب الحظ السيء قابل ساحرة طول عمرها بتجيب الحظ الكويس لكل اللي تعرفهم؟ ده اللي هنعرفه النهارده من خلال احداث مسلسلنا. بيبدأ مسلسلنا النهارده ببنت صغيرة بتسأل والدتها عن تاريخهم وليه هم عايشين في المكان ده، فامها بتقولها احنا من سلالة ساحرات كانوا عايشين من قديم الزمن، محدش عارف هم جم منين ولا سر القدرات بتاعتهم ايه، لكن الواحدة منهم كانت بتقدر تعرف مستقبل الشخص بمجرد ما بتلمس ايديه، وعلشان كده الملوك كانوا بياخدوا الساحرات دول كجواري علشان يتنبؤوا لهم بالمستقبل ويضمنوا الحظ الكويس. وكانت كل ساحرة من دول بمجرد ما بتخلف بنت قدراتها بتتنقل للبنت اللي خلفتها، وفضل الحال بالشكل ده لحد ما الحرب قامت وانهارت المملكة. لكن اخر ساحرة من السلالة دي قدرت تهرب من جحيم الحرب وقابلت جندي من الجنود واللي كان يقدر يساعدها وينقذها من الاغتصاب، فوعدته انه لو هربها هتخليه يفوز في الحرب. وفعلا وقفت جنبه وانتصر الجندي ده في الحرب وبقى غني جدا، ومن وقتها والجندي ده بيعتبر الساحرة دي تميمة حظه واحتفظ بيها في مكان خاص هي وبنتها. ومرت الايام والاجيال والساحرة ونسلها لسه في المكان ده تحت تصرف الجندي ده وابنه اللي اصبح الرئيس سون، واحد من اكبر المستثمرين في البلد. وبتكبر سول بي بنت اخر ساحرة موجودة في المكان ده وبيكون عندها 12 سنة، لكنها كانت متمردة على العيشة والحبسة دي ونفسها جدا تكتشف العالم بره. وفي يوم سول بي بترفض تاخد الدواء اللي سون بيجبرهم ياخدوه علشان يتحكم في مواعيد نومهم، وبتسمع صوت صحاب ابن سون اللي كانوا سهرانين بره وبتفضل تخبط على الباب جامد. وبيقرب في اللحظة دي من الباب واحد من صحاب ابن الرئيس سون اسمه سو كوانج، وبتكون سول بي شايفاه من ورا الباب ولكنه بيبعد عن الباب وبيمشي. وفي اللحظة دي الباب بيتفتح فجأة وبتخرج سول بي ورا سو كوانج، وبيكون خايف منها لانه شايف انها مجرد بنت مجنونة ومريبة بتقدر تعرف كل حاجة من غير ما حد يقول لها. اما هي فكانت فاكرة ان سو كوانج امير من اللي بتقرأ عنهم في القصص، وبتفضل مع سو كوانج لحد ما بيوصلوا لمحل السمك اللي هو ملك عيلته ووالدته شغالة فيه. ولكن والدة سو بترحب بيها جدا وبتشوفها بنت طيبة، وبمجرد ما سول بي بتمسك ايد والدة سو بتقول لهم عندكم سمك ماكريل كتير هجيب لكم طلبية كبيرة. وفعلا كلامها بيتحقق، ووالدة سو بتقول لها انا كمان كان عندي اسماك ماكريل كتير كنت هرميها، انت جبت لنا الحظ الحلو. وبتكون سول بي مش عاوزة تروح، ولكن سو بيصر ان يوصلها الفندق اللي كان سهران فيه هو واصحابه لاهلها. ولكن في الطريق بتقف سول بي عند محل العاب وبتصر تلعب هي وسو. بيلاحظ سو انه فجأة بقى بيكسب في كل الالعاب، ولما بيوصلوا الفندق بيلاقوا الفندق مقلوب حرفيا على سول بي. ولما الرئيس سون بيلاقي سول بي مروحة مع سو بيضربه بالقلم وبيبلغ عنه البوليس، ولما بيحاول ابنه يوقفه بيزعق له. وفي نفس اليوم بياخد الرئيس سون ابنه وبيعرفه قصة الساحرات دول، وبيقول له من النهارده سول بي هتكون بتاعتك انت، ما تخليش حد يقرب منها ولا يلمسها. وبيبعت سون واحد من رجالته يخرجوا سو من الاسم، ولكنه بيقول له من النهارده انت مطرود من شركة الرئيس سون وما تقربش منها. وبيخرج سو من الاسم وبيقابل والدته وبيفضل يشتكي لها من كل اللي حصل معاه، ولكن لسوء الحظ بتيجي شاحنة كبيرة وبتكون هتخبطهم، فأم سو بتفديه وبتزقه بعيد عن الشاحنة وللأسف بتموت. والموضوع مش بينتهي بكده، ولكن كمان في واحد بيضرب سو وبيرميه في النهر، وبيكون اللي ورا الحادثة دي كلها الرئيس سون. ولما بتعرف سول بي ان سو مات بتعيط وبتقول لامها لا سو ما ماتش، وبيطلع ان سول بي معاها حق، وفعلا بيكون في صياد انقذ سو وبيقول له الجرايد قالت انك حاولت تنتحر لكن انا شايف انها كانت محاولة قتل. وبيطلب الصياد من سو انه يغير اسمه ويعيش ببطاقة ابنه الميت علشان اللي حاول يقتله ما يحاولش تاني. وفعلا بيوافق سو وبيعتبر الصياد زي ابنه. وبيقرر سو بما انه كان عنده في حياته القديمة محل سمك انه يفتح كمان في المكان الجديد ده محل سمك في قلب السوق. ولكن بعد فترة من فتح السوق محل الاسماك في السوق بيبدأ كل اللي في السوق يحصل لهم حوادث مريبة لدرجة انهم بيعتبروه الشؤم ومحدش بيرضى يكلمه ولا يتعامل معاه. واليوم الوحيد اللي بنت في السوق بتوافق تكلمه وتلمسه السوق كله بيقع عليها والناس بتخاف من سو اكتر. وفي الوقت ده بتكون سول بي بدأت تكون الساحرة الخاصة بابن سون اللي اسمه مين جون. وفي يوم بتطلب منه سول بي انها نفسها تخرج لان بقالها كتير محبوسة، وبيوافق مين جو بيخرجها من ورا ابوه وبياخدها المطعم جميل وبيقول لها انا مختلف عن ابويا، انا هعاملك كصديقة وفي يوم هساعدك تخرجي من السجن ده وتعيشي بره. وفي اللحظة دي سول بي بتشوف سو وهو بيوصل طلبية اسماك وبتعرف انه ما ماتش وبتفرح جدا، وبتروح لامها وبتقول لها انها شافت سو وهتهرب وهتعيش معاه. وفعلا امها بتوافق وبتقرر تساعدها وبتتحكم في كل الحراس وبتساعد سول بي على الهروب. وبتهرب سول بي فعلا وبتقع والدتها
بمجرد ما سول بي بتسيب الفندق لانها استهلكت كل قوتها في تهريب بنتها. ومين جون بيشوف سول بي وهي بتهرب لكن بيسيبها تهرب وبتجري على السوق وبتروح للمحل اللي شغال فيه سو. وفي الوقت ده بيكون الناس في السوق مع سو عاوزينه يمشي لانه من يوم ما دخل السوق بتاعهم والنحس مسكهم، ولكن سو بيرفض يسيب السوق. وبعد شويه بتوصل سول بي للسوق وبتقابل سو بتقول له انا مبسوطه اني شفتك تاني، وبتخترع له قصه انها عامله حادثه ومش فاكره اي حاجه ومش فاكره حد غيره. لكن سو بيقولها هو انت بتطلعي لي منين؟ انا يوم ما شفتك ما شفتش يوم عدل، امشي. ولكن سو بي بتقول له انا ماليش غيرك دلوقتي. ورغم كده سو مش بيهتم بكلامها، وبتيجي الست تشتري سمك الماكريل من سو، وبمجرد ما سول بي بتلمسها بتقول لها اشتري الماكريل الاسباني لان الضيف بتاعك عنده حساسيه من الماكريل. وبتستغرب الست جدا بمجرد ما بيجي لها مكالمه وبتعرف ان كلام سول بي حقيقي. وبيكون كل اللي في السوق مستغربين من سول بي ومستغربين من ان سو يعرف بنت جميله وشكلها غني كده. ومن ناحيه تانية بيحاول سون يعرف من ام سول بي بنتها راحت فين. فام سول بي بتقول له بنتي راحت للعالم اللي كان نفسها تعيش فيه. فسون بيقول لها اوعي تفتكري ان بنتك هتعرف تعيش في العالم اللي بره ده، ولكن ام سول بي بتقول له بنت قويه غير ما انت فاكر. وبيبدا سون يلوم ابنه انه خد سول بي ووراها العالم الخارجي، لكن ابنه بيقول له سول بي انسانه وما ينفعش نحبسها. ومن الواضح كده ان مين جون بدا يحب سول بي. وفي نفس الليله بتكون سول بي لسه قاعده قدام محل سو ومش عارفه تروح فين. فسو بياخدها وبيوديها للقسم وبيقول لها ممكن تحكي للظباط حكايتك وهم هيساعدوك تحلي امك وتحلي عني بقى. ولكنه لما بياخدها القسم بيلاقي هناك مجرمين شكلهم ما يطمنش وبيخاف على سول بي منهم. فبيقول لها الصباح رباح، تعالي روحي معايا وبكره تبقى تروحي القسم. ولما سول بي بتروح مع سو بتكون فرحانه جدا ومنبهره بكل حاجه بتشوفها. وتاني يوم سو بيشرح لسول بي تروح القسم ازاي وبيسيبها وبيمشي. ولكن قبل ما يمشي سول بي بتنصحه يشتري نوع معين من الاسماك، وبيكون سو مستغرب كلامها جدا، لكنه لما بيوصل السوق بينفذ نصيحتها. وفعلا بعد شويه بيجي ناس وبيسالوا عن السمك ده وسو بيبيعه كله وبيكسب مبلغ كبير. ومن ناحيه تانية كان الرئيس سون عنده مشكله تخص شغله وبيطلب من ابنه انه يرجع سول بي باي شكل. ولكن ابنه بيقول له انا اقدر احل اي مشكله ومش محتاجين لسول بي. ولكن ابوه بيحكي له مواقف كتير بسبب قدره الساحرات قدروا يعدوها. فمين جون بيقول له خلاص حتى لو رجعت هنتعامل معاها باسلوبي انا. وفي الوقت ده بتكون سول بي بتراقب سو في السوق وخايفه تقرب منه احسن يزعق لها. ولكن لسوء الحظ بيجي اتنين ليهم فلوس عند سو وبيقدروا يوصلوا لسول بي وبيقولوا لها احنا صحاب حبيبك تعالي معانا. وفعلا بتروح سول بي معاهم. وفي الوقت ده بيوصل مين جون للسوق وبيدور على سول بي وبيعرف انها كانت بتدور على صاحب محل السمك. وفي اللحظه دي بيتصل واحد من الديانه بسو وبيقول له حبيبتك سول بي عندنا ولو ما جبتش الفلوس مش هتشوف حبيبتك تاني. لكن الراجل التاني اللي مدين سو بيقرر يبيع سول بي لعصابه بتشتغل في الدعاره. وفعلا العصابه دي بتاخد سول بي ولما بيوصل سو بتكون العصابه خدت سول بي في العربيه. ولكن سو بيطارد عربيه العصابه. وكمان الراجل الاول اللي مدين سو بيحاول ينقذ سول بي لانها وعدته انها تساعده في عمليه ابنه الصغير وبيساعدها تهرب هي وسو. ولكن للاسف العصابه بتفضل تطاردهم. ولكن سول بي بيستغل قدراتها وبتشوف لكل واحد من افراد العصابه مستقبلهم. وفي الوقت اللي هم مشغولين فيه بكلام سول بي سو بيرمي حجر على عربيه شرطه. ولما بتقف عربيه الشرطه وبينزل الضباط سول بي بتقول لهم ان العصابه دي كانوا بيحاولوا يخطفوها وبتقدر هي وسو يخلصوا منهم. وبتروح سول بي الاسم مع سو علشان يشهدوا ضد العصابه. ولما الضباط بيعرفوا ان سول بي فاقده الذاكره بيقولوا لها خليكي مع سو بدل ما نضطر نحطك في ملجأ للمشردين. وبكده مسؤولية سول بي بالقانون بقت بتقع على سو. وبعد كده سول بي بتاخد سو وبيروحوا بيت الراجل اللي كان مدين سو وبيقابلوا ابنه. وسول بي بتقول له على مكان مستشفى كويسة لازم يعمل فيها العملية. وبعد كده بتروح سول بي مع سو وبيحاول سو يعالج جرح بسيط في ايد سول بي حصل لها وهي بتهرب من العصابة. ولكن بيبدأ سو في اللحظة دي يحس ان سول بي ليها قدرات غامضة. وعلشان يفهم حكايتها بيروح فندق سون وبيسأل عنها. ولما رجالة سون بيسمعوه بيبدأوا يطردوه. ولكنه بيفضل يجري وبيحاول يهرب منهم. وهو بيجري بيخبط في مين جون وبيعرف ان سو لسه عايشة وبيساعده كمان يهرب من رجالة سون. ولما سو بيرجع البيت بيبدأ يهتم بسول بي وبيطبخ لها وبتكون سول مبسوطة جدا وبتقول له انت ما تعرفش شكل الحياة اللي كنت عايشاها قبل كده ارجوك ما ترجعنيش. وبيبدأ سو يعلمها ازاي تطبخ وازاي تهتم بامور البيت. وفي نفس الليلة بتبدأ الحارسة الخاصة بأم سول بي تعذبها علشان تقول بنتها راحت فين. ولكن أم سول بي بترفض إنها تتكلم. وتاني يوم بيصحى سو بيلاقي سول بي خاربة البيت وبتكون هتولع في الشقة. فبيخرجها برا البيت تلعب بفقاعات الصابون. وبعد ما بينظف البيت
بيبداوا يفطروا سوا. ولما بيروحوا السوق بيشوفوا وانج اللي كان مداين سو وبيشكر سو بيه جدا لانه لما راح المستشفى اللي هي قالت عليها ليه دكتور هيعمل العمليه لابنه وكمان بالمجان. وبسبب كده وانج قال لسو انه مش هياخد منه الفايده على الفلوس اللي مستلفها منه، وبيوزع على السوق كله ايس كريم والكل بيكون فرحان. ووانج بيحكي لسول بيه ان سو من وقت ما دخل السوق عمال يتسبب في كوارث وعلشان كده الكل بيعتبره فقر. ولكن سول بيه بتقول لسو انا هخليك اكتر راجل محظوظ في السوق. وفي نفس الليله سو بياخد سول لمحل لبيع الحلويات وبيشتري لها حلويات وبيروحوا البيت وبيفضلوا يطبخوا سوا. ولما سو بينزل علشان يجيب حاجه من تحت بتنزل سول بيه وراه وبيتفاجئوا بمين جون تحت واللي بيقول لسو انا مبسوط انك عايش. لكن سو بيقول له كنت فين لما ابوك طردني من الشغل وكنت محتاج لك. فمين جون بيقول له ابويا وقتها كان حابسني انا كمان. لكن سو بيتجاهل كلامه وبيسيبه وبيمشي، وسول بيه هي كمان بتتجاهله وبتروح ورا سو وبيرجعوا البيت بعد كده وبيكملوا طبخ واكل. وتاني يوم سول بيه بتقول لسو انا قررت اروح معاك محل السمك واشتغل معاك لاني قررت اني اخليك اكتر راجل محظوظ. وفعلا بتروح سول بيه لمحل السمك وبتساعد سو على البيع، وكل اللي في السوق بيكونوا فرحانين بيها وبتقدر تبيع كتير. وتاني يوم سو مش بيرضى ياخد سول بيه معاه للشغل، وبتقابلها جارة سو في السكن وبتقول لها انها معجبة بسو من اول يوم شافته فيه، وعلشان كده شافت له السكن قريب منها. لكن الكلام ده كله مش بيفرق لسول بيه، وبترد عليها بهدوء وبتقول لها بس سو معجب بيا انا. وبتركب سول بيه مع جيرانهم العربية وبتروح للسوق. ولكن قبل ما توصل لسو بتشوف مين جون في وشها واللي بيقول لها ابويا كان فاكر ان سو ميت، ولو عارف انك هربتي علشان تروحي له سو ممكن يحصل له مشكله بسببك، ولو مش عاوزاه يكون في خطر لازم ترجعي في اقرب وقت. وبتمشي سول بيه وهي متضايقه بسبب كلام مين جون، وبتفاجئ سو انها في وشه وبتصر تساعده في شغله. وتاني يوم بيروح مين جون يقابل خطيبته وبيقول لها انا خطبتك علشان خاطر بابا، ولكن دلوقتي انا حابب اسخ الخطوبه دي. ولكن البنت دي بتتقبل الموضوع بكل بساطه وبتقول له وانا كمان ماما كانت جبراني على الخطوبه دي. ولكن خطيبه مين جون بعد كده بتشوف سو وبتعرف انه عايش، وبتشوف مين جون وهو بيكلمه، وبتروح خطيبه مين جون تقول لاخوها ان سو عايش لانه كان صاحبه وانها شافت مين جون بيكلمه. ومين جون صاحبه بيتصل بيه وبيساله هو سو عايش، فمين جون بيقول له ايوه. والكلام ده بيوصل لصاحبهم الثالث ابن عم مين جون، واللي مش بيكون عارف اي حاجه عن موضوع السحرة دول، وكل اللي بيعرفوا ان عمه مين جون بيدوروا على بنت غامضه اسمها سول بيه. وبيقدر ابن عم مين جون يوصل للحارسه القديمه اللي كانت بتحرس سول بيه. ولما هربت اول مره الرئيس سون حطها في مستشفى المجانين، وبيعرف منها ان سول بيه زي تميمة الحظ بتاع الرئيس سون، وانه حقق كل الثروه بتاعته بفضل السحر بتاعها هي وامها، وان اي حد بيعرف الموضوع ده بيخفيه من الوجود. وبتفتكر الحارسه دي لما سول بيه لمست ايديها قبل كده وقالت لها انا شايفاكي محبوسه في مكان غريب حيطانه كلها لونها ابيض. وبيروح ابن عم مين جون يقابل مين جون وبيقول له هو صحيح سو عايش؟ فمين جون بيقول له ايوه. فابن عمه بيقول له سمعت انه قابل بنت غريبه هربت من الفندق عندكم، ومن وقتها حظه بقى وحش، وان البنت دي مهمه قوي عندكم. فمين جون بيقول له الكلام ده مش صحيح. فابن عمه بيقول له خلاص لو مش مهم عندك هاخدها انا. ووقتها مين جون بيتعصب وبيكون هيضربه. ومن ناحيه تانيه بتكون سول بيه في السوق بتحاول تساعد الكل من خلال القدرات بتاعتها، وبتبدا تكون صداقات في السوق. والاول مره السيده سمايل اللي ليها محل في السوق تعزم سو في حياتها، وكل ده علشان خاطر سول بيه. وبيسهروا كلهم سوا وبيشربوا، وبتكون سول بيه فرحانه جدا، لكنها وهي مروحه بتتعب جامد لانها اول مره تشرب في حياتها. فسو بيشيلها لحد البيت، وبيبدا سو يحس انه بيحب سول بيه فعلا. وتاني يوم والسول بيه وسو رايحين السوق، سول بيه بتلاقي كلب صغير تايه، وبتعرف انه يخص ناس ليهم محل في السوق. ولكن سول بيه بتقدر تقرا افكار الكلب وانه عاوز يرجع لبيته الاولاني عند جده الناس دول في منطقه اسمها بوسان. فسو بيقول لها انا هاخدك افسحك في بوسان ونرجع الكلب بالمره. وفي الوقت ده بيروح مين جون للسوق وبيعرف ان سو وسول بيه سافروا بوسان يتفسحوا. ومن ناحيه تانيه بتكون في عصابه بتدور على سول بيه وبيقدروا يوصلوا لوانج وبيسالوا عنها. فوانج علشان يتوههم بيقول لهم شفتها في بوسان. ولما بيروح وانج للسوق وبيسال عن سو وسول بيه بيعرف انهم فعلا راحوا بوسان، وبيكون هيتجنن. وبيتصل وانج بسو بيقول له ان في عصابه بيدوروا على سول بيه، وهو كذب عليهم وقال لهم انه شافها في بوسان وعلشان كده لازم يرجعوا من بوسان بسرعه. ولكن سو بيقرر يفي بوعده لسول بيه ويفسحها الاول في بوسان. وبتشوف سول بيه في البحر وبتكون فرحانه جدا، وبيشتري لها سو كمان موبايل علشان يعرف يطمن عليها في اي مكان. وبعد كده بيروحوا سوا لمطعم الجده اللي هيرجعوا لها الكلب، ولكن لسوء الحظ العصابه اللي بتكون بتدور على سول بيه هناك وبيشوفوا فعلا سول بيه
ولكن مش بيقدروا يتعرفوا بسبب التغيير اللي عاملاه في شكلها. وبيدخلوا بعد كده للجده وبيدولها الكلب وبيقضوا معاها وقت جميل. وبتروح سول بي مع سو يخيموا في مكان قريب من البحر. وفي الوقت ده بيدخل الرئيس سون على والدة سول بي وبيلاقي الحارسه بتاعتها بتعذبها وبينفعل عليها جدا وبيقولها انت دورك تاخدي بالك منها بس مش تعمليها زي المجرمين. وبيقرر يحبسها هي كمان زي الحارسه القديمه. وبيظهر ان سون بيحب والدة سول بي. وفي اللحظه دي سول بي بتعترف لسو انها بتحبه ولكنه بيقول لها انا انسان ما عنديش حظ ولو بقيتي معايا هتكوني نحس زيي. ولكنها بتقول له هنكون مبسوطين. ووقتها سو بيهرب من الكلام معاها لانه بيكون خايف. وتاني يوم مين جون بيشوف ابوه وهو قاعد بيفطر مع ام سول بي وبيقول له انا عمري ما شفتك بتهتم بامي كده، قول لي الحقيقه هي سول بي تبقى اختي؟ لكن ابوه بيقول له لا. في مره ام سول بي هربت ولما رجعت كانت حامل فيها. وبيوصل سو مع سول بي للسوق وبيجيله مكالمه من الجده اللي وصل ليها الكلب واللي بتطلب منه تتعامل مع محل السمك بتاعه في مطاعمها. وبتقول لسو انها هتساعده يوسع المحل ويكبر شغله. وبيفتكر سو لما سول بي قالت له انها هتكون حظ كويس ليه، ولكن رغم كده بيستمر سو في تجاهلها علشان ما يتعلقوش ببعض اكتر من كده. ولما بيلاحظ صحابهم في السوق اللي بيحصل بينصحوا سول بي تدلع عليه اكتر. وفي نفس الليله بيروح مين جون يقابل سو وبيقول له احنا من سنتين طردناك من الشركه ولكن دلوقتي انا عاوزك ترجع الشركه وحرام تضيع مواهبك دي في محل سمك، انا هعوضك وادي لك شقه. ولكن الكلام ده مش بيعجب سو وبيسيبه يمشي. ولما بيروح البيت بيلاقي سول بي بتحاول تدلع على سو زي ما الناس قالوا لها ولكنها كانت بتدلع عليه بشكل مضحك ففضل سو يضحك عليها. وتاني يوم بيقدر ابن عم مين جون يعرف مكان سول بي وبيكتشف انها ساحره وبيروح السوق وبيفضل يراقبها من بعيد. وعلشان يبعد سو عنها ويقدر يخطفه بيخلي حد يمثل انه عاوز طلبيه سمك. وبمجرد ما سول بي بتلمس ايد سو بتعرف ان الطلبيه دي في مكان مشبوه وبتحذره ما يروحش. ولكن سو مش بيسمع كلامها وبيروح المكان ده ورغم انه بيكون مهجور وباين جدا ان في حاجه غلط لكنه بيدخله. وبتقدر سول بي توصل للمكان اللي راح له سول وهي في الطريق بتتصل بوانج علشان يساعدها. ولكن بيطلع عليها رجاله ابن عم مين جون اللي اسمه دون شيك وبيقدروا يرموا الموبايل بتاعها وبيخطفوها وبيربطوها في نفس المكان اللي فيه سو. وبياخد رجل العصابه ده من سول بي القلاده الزرقاء اللي بتتوهج كل ما بتشوف المستقبل. وبيتفاجئوا الاتنين ان المكان ده فيه قنبله ومش بيكونوا عارفين يتصرفوا ازاي. وبيكون دون شيك عمال يتفرج عليهم وهم خايفين من القنبله. وفي اللحظه دي بتحس ام سول بي ان بنتها في خطر وبتقول لمين جون ان فعلا في اللحظه دي بتجيله رساله فيها صوره سول بي وسو وهم مخطوفين. وبيعرف كمان وانج ان في حاجه غلط بتحصل لما بيروحوا السوق ومش بيلاقي لا سول بي ولا سو. وبيعرف ان موبايل سول بي وقع منها. وبيوصل مين جون لمكان المخزن المهجور ده ولكن رجاله دون شيك بيمنعوه ينقذ سول بي. ولكن في الوقت ده سول بي بتحاول هي وسو بكل طاقتهم وبيحاولوا يفكوا الحبل اللي مربوطين بيه وفعلا بينجحوا. ولكن القنبله بتكون فاضل عليها ثواني وتنفجر. ولكن سول بي بتستخدم كل طاقتها وبتوقف القنبله وبسبب انها بتفقد كل طاقتها وهي بتوقف القنبله بيغمى عليها. وبيوصل لهم وانج في اللحظه دي وبياخدهم من المكان ده وبيروحوا البيت وبتكون سول بي تعبانه جدا ولكن بيفضل سو جنبها وبيهتم بيها لحد ما بتبقى كويسه. وتاني يوم الصبح بتكون سول بي زعلانه على القلاده بتاعتها وسو بيقول لها انا هدور لك على اللي خدها وهرجعها لك ولكنها بتقول له ما تقلقش هي ترجع لوحدها. وبتفتكر امها وهي صغيره لما قالت لها ان القلاده دي بتكون مع الساحره وهي صغيره ومهما اتاخدت منها بترجع لها تاني. وفعلا تاني يوم بيحاول الشخص اللي سرق قلاده سول بي يبيعها ولكن محلات الذهب بترفض تشتريها. وفجاه السلسله بتلزق في رقبه الشخص ده وبيجيله جرب وبيكون هيموت من التعب. وبيروح لسول بي السوق وبيترجاها تاخد السلسله وفي النهايه بترجع السلسله لسول بي. بس اللي حصل ده خلى كل اللي في السوق يتكلموا وبيحسوا ان سول بي انسانه مش عاديه وبياخدوها للعرافه في السوق علشان يعرفوا ايه حكايتها. والعرافه اول ما بتشوفها بتخاف منها وبتقول لهم دي ساحره. وبيبدا السوق كله يتكلم عنها وده بيضايق السوق وبيقول لسول بي انت مين بالظبط وانت مش فاقده الذاكره ولا حاجه واكيد عارفه اهلك ارجعي لهم. وبتكون سول بي زعلانه جدا وبترفض تمشي. وفي نفس الليله بيسيبها سو وبيروح يقعد مع دون شيك اللي جه يزوره لما عرف انه عايش وبيعمل نفسه من بنها وانه ما يعرفش سول بي. وبيعرض على سو انه يشتغل معاه وسو بيقول له انه هيفكر. وفي الوقت ده الدنيا بتبدا تمطر وسو بيقلق على سول بي لان السقف بتاع بيته بيسرب ميه وخايف تبرد او تخاف وبيجري يروح لها. ولما بيوصل البيت بيلاقي سول بي بتحاول تحمي الكتب بتاعته من ميه المطر وبتقول له انها بتحاول تحافظ عليهم لانه بيحبهم. وسو بيتبسط باللي سول بي عملته وبيشوف انه مش هيقدر يخبي مشاعره اكتر من كده وبيعترف لها بحبه وبيقول لها انت اهم عندي من كل الكتب. وبتكون سول بي مش مصدقه نفسها